شيرزاد حاج رشيد ابن قرية علمدار العفرينية الجميلة، ومعنى اسم شيرزاد ابن الأسد. ولد شيرزاد في مدينة حلب في 7 من الشهر الأول عام 1987. درس الابتدائية في مدرسة المنصور بحلب، وكذلك الإعدادية في مدرسة وجيه عبد الدايم، والثانوية في مدرسة المعري بحلب أيضا. كان شيرزاد كبير أخوته، حميد الأخلاق، ذكيا ومجتهدا في دراسته. أهلته علاماته في الثانوية العامة الدخول إلى كلية الطب البشري في حلب دورة 2005-2006. كانت علاقاته بأصدقائه مبنية على الاحترام والمحبة، وهذا ما يؤكده صديقه الدكتور لهنگ محمد بالقول: سلام شکری تماشاگران را ارجماعاتی خواستن سر براکت که عزیز سر حواله که جیان است با آخرین حوال شیرزاد یان که شیرزاد وقت خواست ام به هف را بام بکن محفدول دست پیکا جیانا خود زانینگه داد روژا دست پیکه داد زانینگه داد لقاها محاضرات کلی جا بجشكية لحلب محفظ ناصكر ام جي حيامك وجفاكك ومالبات النزيك جي هفتا مازن بجبار ويجي شروجا دست بيك دام اي حسين ام جزيد هفتا ناستكن بلز وبريك وبيك حوالتيك وبراتيك آوابي وبردوام كر حيا روجا داوية از جارناتین بیرخا از تبیمشم اگر اول شیرزاد نها نام نبا از وی سر شبا آخرانه به طایبتی امی دسر راشاخای کسانا هنکی با آخرانه لی گفتگوی ما پروی لسر عفرین بانه لسر شک و کل عفرین لسر اشکنجه یا ملتی ما و آخا ما و زیتونه ما جبر کو حواله شیرزاد دراشه که کرد پرورد و کرد هست و خانباری ولایت خو ملت خود مزون بی وی جوی دوزا بردوام کرد زانینگه دام لیدمینه روشا وی چاو وی کردواری دخواست مزن بکی و خدمت بکی. حواله شیرزاد به دلکی مزون به هشکی مزن کار دکر هشی ویجی مزون به دلی ویجی مزون جه هر کسی دور خواه حس دکر جه حواله خوابی دب حواله گنده با تجاری تو نده ایشان بگو تو نکه یا به کارکی نباش. حواله شیرزاد به دلکی مزن به هر کسی که را دادستان چوک مزن کچ و خورد اش دل مزن بینا و جهه باقی خود کرد باقی خود غریبی بی دناف حواله بافک خود دناف مالبتا ویدا آب و خالانه ویدا به دیا خارا به خوشک و برای خارا تو غربتی ها باقی ویدا ویجی باقی خود کرد کار دکر و دخبتی جبوی مالبتاوی بشابه جبوی مالبتاوی ده آرامیه ده بجی کافا ده چو مالاوی از بید حسین آب و چه نفسه و به چه دلکی خوش به هر کسی که را ده دستینه کسی ده اول شیرزاد ناز کره نزانین او چه خواستا انسانه که لپیش بی بزانه بینه خواه به حس کرنه خواه به مروواتی آخا به کرد و عرب را به ارمن را به چرکس را به گال و بیرا را تحز دکر گاوات لیبن را یا چاو خلک را دکر دستینه جبر کو پری راکی بید دانستان نخوادا لکی لکویجی جبر نزیگوی نماجه هفت
ما کلو همه هفت زانین مزانی چاوا و دفکری براستی هر کسی که اوله شهرزاد ناس کر جه حس کر یه نگیشت حس کرنه جی نکانی رز گرتناوی عرده خستا جبر که او بچی یا که بچی که بینا خواه بجوانتی خواه او مزن دهات خیام مزنه مالا خوابی مزنه اول خوابی مزنه زمیلت خوابی لجامعه حلبه نمونک هر خورده که او کچه کرد بی مخابن او هفالتیاوی وکه شیرک یا جی وکه آواز خوش بی پر جارا تشتن ده حیات دا گلک خوش هنه تصادی جارکه بینده که جارکه سرطه را در باست بن و جارکتن تلیدگاری لطفا گرم مخابن اول شهرزاد من روژه که روژه باور ندکر ابزرار بکن لی خوین میجا ظالم و کافر او جیاناوی بلز برن حوالتی هم 6-7 ساله هفر درجه داره دوی 6-7 سال نادا از فیری حوالتیه بیم از فیری حس کرنه بیم مزانی چه معنی سوی هیا چه واتوی هیا حواله که توقصا دلو هش مزن دجیانا تدا هبه مخابن حواله شهرزاد از خوازم 364 رو بینم بیراخا لیت روژا کچبار کرناوی دا جبر که روژا گلک خمگین بی از ناخوزم آره بیرامون به روژا لی دیسا او نهال ولات خواه لعفرین خواه لجای کرداغه گنده علمدار ده کلک آبه خواه کلک کلکه خواه کلک مالبت خواه از بهیوی متن روژه که در فتشه ببه ام کانه بن عفرین رزگار ببه جوه تاون بارنا ام و گرم لسر ترباوی جنوه بلکه هنکی جبینا شهرزاد واره بیرامه یعنی بین بکن سپاس جوارا از بهیوی مکس دوک شهرزاد دناف خورد و کچل من دا پر ببن او نمبنک بجه مرا و ام لسر کرد پاروریه لسر حس کرنا مروفاتیه ام مزن ببن و ام بجین ام شهرزاد رو بيرنك كالك سباس. انتسب شيرزاد إلى حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يكيتي في بداية المرحلة الجامعية، وكان نشطا وفعالا على المستوى التنظيمي، وهذا ما يخبرنا به صديقه ورفيقه الحزبي المحامي محمد رشيد. براستي شهيد هوال شيرزاد جمالباتا کی نتوی ولد پاريز بو دوی مالباته دا خودی بویه هوال شيرزاد جزاروکاتی خدا ندوری کردواریه و ولد پاريزیه بو و کسیتیه وی هاتبی آوا کرن دوی مالباته نیانه جبر کباوی وی و هیاما مالباته حاضر بو آماده بو و مالباته کی نتو بی ولد پاريز بو شهید شيرزاد حز ذكر يعني او حز ذكر تفلي ريخستنه به و خدمت دوزا گل کرد بکن جبر وی سالا 2005 نیون 2006 هوال شيرزاد تفي پارتی یکیتی دموکراتی کرد سوریه بو و دست بکا کاری وی ريخستنه ده خاندکارا در ريخستنا خاندکاران ای پارتی لحلب کار دکر و هوال شيرزاد قانی بو دمکی کنک و کرد بگینه ریوبریا و ريخستنی خاندکارا و دناو ریوبریا وقت بر بسیار کار خواب که در ريخستنی خاندکارن ای پارتی یکتی دموکراتی کرد سوریه بکنه هوال شيرزاد دما کاری خواه دکر کار سیاسی کار رزانی ده پارتی دا براستی نتنه هوال و حزبه بو و پارتی بو هوال شيرزاد هوال هر مروفه که هر انسانه که
دوزا گل کرد کر چالاکوان بو زمان خو حز کر و هر کسی ولد پارێز ڕێزدار دەکرد. هەموو چالاکی نەتەوی و کوردی لە زانینگەها حەلەبێ ئەڤەلێ شێرزاد لە پێش بوو و بەری هەر کەسی لە پێش بوو وەک ئەم بێژن 12 ئازارێ 16 ئازارێ بیرانینە حەلەبچە چالاکیên çandî çalakiyên siyasî çi bê Kurdî û çi ê wetanî Sûrî hevalê Şêrzad lê hazir dibû û lê hebû. Bi rastî me re kanîbê şehîdê me şehîd Şêrzad wek nimûnek bû. Ev nimûnek netewî bû, nimûnek Sûrî bû. Ji her kesî însanekî welat parêz, welat hez, ziman hez. Me re kanîbê têkilî hevalê Şêrzad warê rêxistinî wek me gotî ne bes têkilî wî bi Kurda re hebû lê têkilî wî jî bi kesê de Ereb jî hebû, kesê aliyên siyasî êd Sûrî jî têkilî wî bi wanan re jî hebû. Yani di dimnî çarçava rêxistina xwendekarên Partiya Yekîtî Demokratîk Kurdistî li Helebê têkilî wî hebû. û tu carî qusîr nekir, tu carî ti qusîrî nedikir di şirûvekirina doza Kurdî ji aliyên Sûrî ên ne Kurd yani ji muaredê re eger ji aliyên din re tu carî qusîr nekirîbî di şirûvekirina doza Kurdî li Sûriyê li hember dostê xwe ê Ereb yan jî ê Sûrî. وفي 9 من شهر شباط من العام 2012 نالت أيادي الغدر الدكتور شيرزاد واستشهد دفاعا عن نفسه وماله في مواجهة ثلة من المجرمين ممن يسمون أنفسهم بالمعارضين الثوار السوريين الذين اغتالوا شيرزاد بهدف السرقة. وتأكيدا على ذلك كتب المحامي حسين نعسو على صفحته الشخصية على الفيسبوك في شباط من العام 2013 ما يلي: توضيح: البارحة وبينما كنت أتصفح صفحات الفيسبوك وجدت على رابط عفرينا رنجين مقالة لأحد الأخوة المدعو سين يسأل فيها رفاق حزب الوحدة عن سبب اغتيال الدكتور شيرزاد حاج رشيد، ويعترض على تسميته بالشهيد طالما كانت الدوافع من وراء اغتياله مادية وجنائية بحتة وليست سياسية. ويتحدى رفاق حزبه إذا كان أحد منهم يملك الحقيقة. أقول له ولغيره من المشككين بالرواية: أنا من سيقوم بالإجابة على سؤالك المشروع بالرغم من تشكيكي بالغاية من وراء ذلك. فسؤالك كلمة حق يراد به باطل، لأنه كان من الواجب أن تتوجه بسؤالك مباشرة إلى رفاقه بوسيلة أخرى وليس على صفحات الفيسبوك إن كان مقصدك الحقيقة كما تدعي. لكن لا بأس أخي العزيز، أنا من شاركت بالكشف عن خيوط الجريمة، وأنا من ساهمت بإلقاء القبض على المجرمين، وأنا من شاركت بالتحقيق معهم، وأنا من شاركت في مفاوضات استلام المجرمين وتسليمهم إلى مدير ناحية حريتان، وأنا من أحضرت حقيبة وسيارة الدكتور، وذلك كله بالتعاون مع بعض رفاقنا وبمساعدة مشكورة من ثوار عنادان وعلى رأسهم زعيمهم الشهيد الرج. وأفيدكم علما أن هؤلاء المجرمين لم يكونوا فقط مجرمين كما روج له، بل كانوا ثوار ومعارضين للنظام حسب ادعائهم. شأنهم في ذلك شأن الكثير من الظلاميين الذين ظهروا الآن إلى العلن، وأحد هؤلاء مات ابنه قبل تاريخ الجريمة ب20 يوما نتيجة انفجار عبوة ناسفة قيد التصنيع في منزله بحريتان،
وهو من كان يصنع تلك العبوة، وكان قدر الدكتور أن يفقد حياته على أيدي هؤلاء المجرمين السفلة نتيجة دفاعه المستميت عن نفسه وكرامته وماله، وزرعه للرعب في نفوس هؤلاء الجبناء. وكان يمكن أن تكون الضحية أي شخص آخر، وربما أنت يا سيد سين، فحينها ماذا كنت ترغب أن نسميك؟ شهيد أم فطيس؟ مع احترامي لشخصك الكريم، ففي أجواء الفوضى العارمة التي عمت البلاد وحالات الاغتيال مجهولة السبب والموت نتيجة رصاص طائش أو رصاصة قناص غادر أو نتيجة لعدم دفعه الفدية لهذه الجهة أو تلك، كل هؤلاء الأبرياء ماذا نسميهم؟ أليسوا شهداء؟ أما فيما يتعلق بدور الأخوة في البيادي بالموضوع، وأظن أن هذا هو مقصدك من السؤال، لكنك لم تملك الجرأة على البوح به، فأقولها بكل جرأة وصراحة أنه لم يكن لهم أي دور أو صلة، لا من قريب ولا من بعيد، بعملية الكشف عن ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين، واختصر دورهم على استلام المجرمين من ثوار عندان عند قرية قنديم الزن، ونقلهم إلى قرية علمدار حيث مرقد الشهيد للركوع عند قدميه بعد أن اعتذر الثوار عندان عن القيام بتلك المهمة نتيجة الظروف الأمنية، وتجنبا للاصطدام والاحتكاك مع عناصر وحواجز البيادي الموجودة على الطريق إلى القرية. وكان ذلك بناء على رغبة والد الشهيد وخارجة عن رغبة وإرادة الحزب ورفاقه، وربما كان لوالد الشهيد أسبابه المشروعة في ذلك، من إزالة الاحتقان بين الأحزاب الكردية وتحقيق وحدة الصف وإزالة الشبهة عن البيادي، وهم قاموا بتلك المهمة مشكورين، إلا أنهم وللأسف حاولوا استغلال الموقف والاستفادة منهم عبر عرضهم العسكري وتزيين الموقع بالأعلام والصور الخاصة بهم، مما سبب إحراجا لحزب الوحدة، وجعلوا من المناسبة مدخلا لإطفاء الشرعية على عناصرهم المسلحة وحواجزهم المنتشرة، وإيهام الرأي العام بضرورة وجود تلك الحواجز، وأنهم هم من قاموا بإلقاء القبض على المجرمين. هذه هي الحقيقة يا سيد، أتمنى أن تكون قد وصلت إلى الحقيقة إن كنت باحثا عنها، وينزاح الهم عن صدرك وتنام قرير العين. هذا ما كتبه المحامي حسين نحسو على صفحته الشخصية على الفيسبوك. تم دفن الشهيد شيرزاد حاج رشيد في قريته علمدار بحضور جماهيري كبير ملفوفا بالعلم الكردي، وتبقى عائلته والداه وإخوته على أمل أن تتحرر عفرين من الاحتلال التركي ومرتزقته من الجيش الوطني السوري، كي يتسنى لهم العودة لقريتهم وزيارة قبر الشهيد مثلهم مثل بقية العفرينيين المهجرين والبعيدين عن ترابهم وينابيعهم وأشجار الزيتون.